مساء الخير، صباح الخير، اهلا بيكم في برنامجي اللي بدأ يبقى برنامجكم. معرفش، شكرا جدا لدعمكم ودايما بسعد بتعليقاتكم واتمنى انها تزيد اكتر واكتر عشان نتناقش اكتر واكتر، وكل ردود الافعال السلبيه قبل الايجابيه بتساعدنا كتير ان احنا نتطور، فما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه لو المحتوى عجبكم. بجد شكرا. رجعنا تاني للسينما والفن، الحقيقه ان احنا ما بعدناش عنهم، انا كل حلقه بلاقي نفسي برجع للسينما تاني، بس المره دي اقصد ان رجعنا نتكلم تاني عن السينما وعن الكوميديا تحديدا اللي هنقعد معاها حبه. راجعين نعشق وندوب ونعيش مع بعض حياتنا. هي فين الكوميديا؟ هو الضحك راح فين؟ الو. ايوه يا ضحك، انت فين؟ طب هل في أزمة ضحك في مصر؟ يعني الشعب ابن النكتة خلاص ما بقاش يضحك؟ الشعب اللي طول عمره بيضحك وبيضحك العالم كله، اللي طلع الريحاني والكسار، الأسري وإسماعيل ياسين، عادل إمام، فؤاد المهندس، حلمي وهنيدي وعلاء وآدم، خلاص مفيش؟ مفيش خالص. بالتالي موضوع ابن نكته والضحك بشكل عام واللي اتكلمنا عنه الحلقه اللي فاتت ادانا زي انذار او تنبيه. احنا محتاجين نعرف هو ليه ممكن من وجهه نظر شويه من الناس ان احنا عندنا ازمه سينما كوميديه في مصر، وان الساعه ونص ولا الساعتين اللي بتفصل بيهم من خلال الفيلم ما بقوش قادرين يفصلوك بجد، ما بقاش ضحك السينما والافيهات زي الاول. كتير بقى ندخل افلام ونخرج عادي ناسيين الفيلم مش فاكرينه اصلا، وممكن ساعات نندم على الفلوس والوقت اللي ضاع على الفيلم اللي دخلناه ده. يا ترى ايه السبب؟ معرفش. ايوه اسماعيل، ازيك؟ خلصت الفيلم اللي اديتهولك ولا لسه؟ والله يا باشا الفيلم ده انا عصر دماغي عليه من الصبح، بس هانت اهو بشطب فيه. يعني هيكسر يا اسماعيل؟ طبعا يا ريس هيكسر، والنهارده كمان بعون الله هيكسر. طب هل في أزمة كوميديا في مصر؟ والأزمة دي جت منين؟ طب لو مفيش أزمة، ليه عندنا الإحساس ده؟ تعالوا نفكر مع بعض زي ما اتعودنا، جايز نعرف وجايز معرفش. طيب ممكن يكون حاسين بقلق على الكوميديا على اعتبار ان دي حاجه مهمه عندنا، لما بتكون متاكد دي اشطر حاجه بتعرف تعملها ويكون عندك فيها مشكله بتقلق حبتين زياده. معرفش. قبل ما نبدا محتاجين نتكلم عن فرق مهم، هو الفرق بين نجوم الكوميديا والافلام الكوميديه، عشان نبقى عارفين بنتكلم على ايه من الاول. والافلام الكوميديه اللي هي في الاساس مبنيه على الكوميديا والضحك بس، زي سمير وشهير وبهير والليمبي مثلا، والفيلم اللي فيه كوميديا اللايت اللي هو بدم خفيف ده زي ابو علي والرهينه. بنعمل فيلم دايت دايت؟ قصدك فيلم عن التخسيس؟ لا حضرتك، احنا بنعمل فيلم دايت كوميدي خفيف. نجوم الكوميديا هم ممثلين ارتبطوا معانا بادوارهم الكوميديه سواء بمزاجهم او بناء على ظروف انتاجهم. يعني سمير غانم مثلا ملك السف والضحك للضحك بس. افتكر مره كان بيتكلم بيقول ان هو ما بيحبش الجد وان اي فيلم مش غرضه الضحك ما بيشوفوش. وسمير غانم لوحده ده مدرسه في الكوميديا. الفتيس في مكانه، بيقول لي الفتيس فتيس مين؟ فعلا يستحق ان احنا مش نعمل عنه حلقه واحده، لا حلقات. زينات صدقي، عبد الفتاح الاسري، ممثلين نادر اما تلاقيهم في مشهد عادي جد لكن في فيلم كوميدي، فيلم دمه خفيف. مش شرط الممثل يبقى كوميديان، لا بالعكس، في الغالب ما بيبقاش اصلا، زي رشدي اباظه في عالم عيال عيال، او الزوجة 13، او عمر الشريف في اشاعه حب، او نور الشريف في غريب في بيتي. وطبعا الملك الحالي للستايل ده هو كريم عبد العزيز. كريم مش ممثل كوميدي بس هو الممثل اللي بيعرف يعمل فيلم دمه خفيف، ودمه خفيف جدا كمان. احنا هنا هنركز كلامنا على الفيلم الكوميدي، وممكن نبقى نعمل حلقات عن المضحكين ومدارسهم في الكوميديا. طب مش يمكن مفيش ازمه كوميديا اصلا ودي مجرد مرحله؟ معرفش، يمكن احنا ما بنعملش افلام كوميديه كفايه زي زمان. افلام الكوميديه قلت معرفش ليه، بس الحقيقه ان سنه 2023 احنا عملنا 42 فيلم، اكتر من نصهم كوميدي، ودي نسبه اكبر من سنين مهمه في تاريخ الكوميديا في مصر زي سنه 2005 واللي كان فيها في حدود 37 فيلم، 18 منهم كوميدي، واللي كان فيه افلام زي يانا يا خالتي، خالي من الكوليسترول، عيال حبيبه، زكي شان، الحاسه السابعه، او 2006 اللي كان فيها في حدود 38 فيلم، 18 منهم فيلم كوميدي. معتز، الحال يا معتز، الشريط حيموتني. اضربك فين؟ مفيش في وشك مكان. يا عم اضرب وانت هتركن. حد شاب بقه يا جدعان. بس كان عايز يشرب قهوه. يعني على مستوى الانتاج في كوميديا بس مش احسن حاجه، بس ممكن تكون مرحله، يعني مجرد صدفه ان في كام فيلم وقعوا فحسونا ان في ازمه واحنا اصلا زي الفل. انت زي الفل يا جرمين. طيب كلمه مرحله دي اقصد بيها ايه؟ بعد مرحله كوميديانات الستينات واللي انتهت في السبعينات والافلام اتجهت للمقاولات. افلام المقاولات للي ما يعرفش هي افلام اتعملت بسرعه جدا وبتكلفه قليله عشان تتعبى في شرايط وتصدر للخارج بالذات اسواق الخليج، وطبعا ما كانش فيها ابداع ولا اي تركيز في الفنيات. يعني من الاخر افلام كوميرشال بزياده هدفها المكسب الكبير بتكلفه ملاليم. طيب هل كل افلام المقاولات وحشه؟ افلام المقاولات عايزه شرح كتير وتاثيرها علينا، وهل هي لسه مستمره ولا خلاص؟ ما اعرفش، بس ممكن نبقى نتكلم في الموضوع ده في حلقه تانية لو انتوا حابين يبقوا قولوا لي في الكومنتس. انت عارفه ان انا بقى بمشي مع عاهرات كتير قوي، منتج سينمائي بقى وكده. منتج بقى؟
منتج. نرجع تاني ندخل في الثمانينات ولحد اوائل التسعينات، الفتره اللي كان ابطالها ممثلين زي احمد زكي، محمود عبد العزيز، نور الشريف، نادية الجندي ونبيل عبيد وغيرهم كتير، واللي كانت اعمالهم جاده جدا وبتتحمل مواضيع مختلفه وبعيده تماما عن الكوميديا، لحد ما نوصل سنه 1997 وهنا نقطه التحول. ينزل فيلم اسماعيليه رايح جاي، يا جدع هو احنا كنا وزراء واترفدنا؟ ومن بعديه صعيدي في الجامعه الامريكيه، وصدفه وقتها كمان فوازير ابيض واسود. المهم الفيلم ده واللي ابطاله كانوا شباب بيقدموا سينما خفيفه قريبه من القلب، فيها كوميديا وبتحكي الجيل ده من الشباب وقتها. هوب الشباب دول يطرقعوا، هوب المنتجين والمخرجين يتجرأوا، ويبدا عصر المضحكين الجدد، واللي صادف التغيير الاجتماعي في مصر اصلا وقتها، ووصل لدور العرض اللي بقت سينما المولات جزء منها. قول فين المول؟ خد عندك بقى محمد هنيدي، علاء ولي الدين، احمد ادم، اشرف عبد الباقي، بطولات مطلقه، اعمال جماعيه، كوميديا عاليه جدا، اغاني الافلام في شرايط كاسيت، لحق بيهم بعد كده احمد سعد واحمد حلمي وهاني رمزي واحمد عيد ومكي. فتره فعلا استثنائيه بعد فتره طويله من الانقطاع، مفيش بعد كده كوميديا، ومش بس كوميديا، لا بيدخل معاهم في السباق كريم عبد العزيز واحمد السقا، بس شباك الكوميدي كان ليه نصيب الاسد ساعتها. الكوميديانات دول فضلوا متربعين على عرش الايرادات لفتره كبيره، طلعوا فيها اجمل ما عندهم، القمه بتلف بينهم، وقعدوا كده يبدلوا الكراسي، باستثناء مره او اتنين احمد السقا اللي كسب فيهم. ولا بنخاف في الدنيا بحالها، لو عايزين الشمس نطولها. وطبعا الزعيم عادل امام، واللي كان قادر يكمل على مر الازمنه المختلفه، واللي كان ذكي جدا في اختياراته ويعرف امتى يلاعب الموجه ويسايسها ولا كانه بحار، مره يقب في فيلم، مره يغطس يجيب مسرحيه تموت من الضحك، ولما الدراما تاكل الجو تلاقيه فوق عند الساري بمسلسلات تكسر الدنيا. الزعيم عادل امام عشان اقدر اتكلم عنه حقيقي محتاج حلقات برضه هو كمان. انا الزعيم. بقول لك ايه يا معلم، الناس دي لو كانت جامده كده زي ما بتقول كانت كملت زي ما عادل امام كمل، ربنا يديله الصحه. ما هم مكملين عادي وبيعملوا مسلسلات وافلام، الا يعني شويه صغيرين. مش ده قصدي اكيد، انا قصدي انهم ما بقوش يضحكوا. انت سؤالك تقصد ان الناس دي ما بقتش تضحك ليه؟ الله ينور عليك، افلام حلمي وهنيدي خلاص ما بقتش تضحك. وعلى فكره ده مش رايي لوحدي، ده راي الناس. ما اعرفش، ما تعرفش برضو؟ حقيقي ما اعرفش، بس تعال نفكر سوا يمكن نعرف. طيب ممكن نسال تاني عشان نفهم اكتر، ايه المعايير اللي قدرنا من خلالها نحكم على الفيلم ده حلو ولا وحش، بيضحك ولا لا؟ هل مثلا النقاد، هل الايرادات، هل راي الناس؟ معرفش. النقاد مثلا بيهاجموا الموجه دي او معظمهم من وقت ما بدات. محمد هنيدي واللي كان كل فيلم ينزله من بعد صعيدي وهمام يتقال خلاص هنيدي خلص، لكن على العكس تلاقي الفيلم نزل وكسر الدنيا، افيهاته بتتقال ومحقق ايرادات، زي بيليا ودماغه العاليه، يا خالتي، جاءنا ببيان التالي، امير البحار، تيتا رهيبه، ويوم ملوش لازمه. الفيلم على فكره ده لطيف جدا وشايفه مظلوم شويتين الصراحه. مسا رؤوف. مسا يا ابوي، مسا. نار يا سامح يا بقى يا اخي بطل تفكر عشان بطل. هو بيحرق في الاول كده بعد كده بيعمل. طيب فيلم فول الصين العظيم واللي اتهاجم جدا وقتها على فكره، برضه حقق في اول اسبوعين بس من عرضه 15 مليون جنيه. وطبعا محمد سعد اللي كان بيتقال له انت حاطط نفسك في الليمبي وبس ومش عارف تخرج براه، برضه محقق ايرادات وبرضه مكسر الدنيا. ولما غير ونزل بتتح وبوشكش وبوحه وعوكل وشخصيه قطاطه، برضه كسر الدنيا. طب ليه بقى كل ده؟ معرفش. الله يخرب بيت امك انت وهو. بجد هو ذئاب من الكلب الوسخ. يمكن الناس اعتبرت الافلام دي ما نجحتش عشان ما جابتش ايرادات مثلا في السينما، ما اعرفش، بس هظن ان احنا محتاجين اجابه على السؤال ده. وهل الايرادات بتعبر عن نجاح الفيلم من فشله؟ الايرادات دليل على عدد التذاكر اللي اتقطعت عشان الناس تدخل الفيلم ده وقت عرضه في السينما. ايوه بقى يا معلم، كلمني في المصلحه، كلمني في الفلوس. انت ليه محسسني ان في حاجه هتدخل جيبك مثلا؟ خلونا صراحه مع بعض ونتكلم بالارقام. نبدا باحمد حلمي واللي ليه 4 افلام متصنفين من اعلى 50 فيلم من حيث الايرادات. هنبتدي باكس لارج واللي قدر يحقق اكتر من 30 مليون جنيه، وخلي بالك ده سنه 2011 يعني لما كان سعر التذكره رخيص. خيال مآتة مع انه اتهاجم وقتها بس حقق اكتر من 38 مليون جنيه في الشباك الايرادات. فيلم لف ودوران واللي حقق اكتر من 43 مليون جنيه واللي برضه على فكره اتهاجم. اما بقى فيلم واحد تاني اللي نزل سنه 2022 قدر يحقق اكتر من 63 مليون جنيه. ايه؟ معرفش. طيب مثلا فيلم سمير وشهير وبهير واللي نزل 2010، عارفين حقق كام؟ تقريبا ما وصلش ل 8 مليون جنيه. حسن شحاته هيفسحكم النهارده. اظن مفيش خلاف ان ده من اهم الافلام الكوميديه اللي نزلت اخر 20 سنه مثلا، ورغم كده ما قدرش يحقق اكتر من 8 مليون. خلاصه الكلام ان الايرادات بتقول كلام عكس اللي الناس بتقوله عن الفيلم ده اصلا، من ان الافلام دي ناجحه او مش ناجحه. طبعا انا متفق ان الايرادات مش معبره عن نجاح الفيلم او لا، العبره باعجاب الناس. بس هل اعجاب الناس اصلا ثابت؟ مش دايما، في افلام بتكسر الدنيا اول ما تنزل وبعد كده ما حدش يفعل عليها تاني. مثلا فايت كلاب نزل سنه 99 في امريكا واللي وقتها الفيلم ما نجحش، الناس ما فهمتوش اصلا. النهارده نفس الناس دي مخليها رقم 13 في التصنيف بتاع IMDb، ويعتبر
يعتبر من اعظم الافلام في تاريخ السينما. والمصيبه الاكبر والفيلم الاول اللي الناس مخترعه على IMDb واللي هو شاوشانك ريديمشن خسر على ارضه في امريكا، والخساره على ارضك اصعب من الخساره في استاد القاهره. يعني ايه فيلم امريكاني يفشل هناك؟ الامريكان شعب يتفرج على كل حاجه. طب دول يا عم امريكان ملناش دعوه بيهم، احنا هنا في مصر عملناها اكتر منهم بكتير في الجد والكوميدي. فيلم بين السماء والارض مثلا، او فيلم ثقافي صحراء ترمي الابره ترن في الصاله، وبعد كده ناس اعتبرتهم من ايقونات السينما في مصر. طبعا غبي منه فيه واللي اتكلمنا عنه في حلقه السينما اللي فاتت، لو ما شفتهاش يبقى انزل شوفها. الافلام دي لما الناس شافتها افتكرتها ما بتضحكش لكن نادر قوي دلوقتي لما حد يتفرج عليها وما يضحكش. جايز الافلام دي ما بتضحكش دلوقتي، بس شويه والناس تضحك عليها. الحاسه 7 برضه نفس الكلام، او فيلم الجواز على الطريق الحديث، معرفش. بس انا مش بقول الافلام دي كويسه او لا، اكيد ما اقصدش كده. انا بس بحس ان الافلام دلوقتي بتنجح من خلال دعم ناس معينه ليها، واللي بتحدد اذا كان الفيلم ده حلو ولا الفيلم ده وحش. واحنا بقينا اسرى للانطباع ده اللي ممكن يكون وراه غرض تاني. ولكن الحقيقه انا ما اعرفش غير ان احنا لو استبعدنا الاسس الفنيه للحكم عن الفن مش هيبقى فيه اساس اصلا نقدر نحكم عليه، لان ولا الايرادات معبره ولا راي الناس ثابت. المشكله مشكله ورق يا صاحبي. احنا دلوقتي بنعمل كوميك وميمز وبنتريق احسن 100 مره من الافلام دي. دول بياخدوا من بوستاتنا ويعملوا بيها افلام، واي حد بقى بيطرقع على السوشيال ميديا بيخش على الفن على طول. معرفش، بس ممكن يكون ورق مشكله فعلا. بس اسمع مني بقى الخلاصه في الحته دي. العمل الكوميدي تحديدا بيتدخل فيه النجم بشكل كبير جدا وبيتفصل له تفصيل. مثلا فيلم كده رضا واللي كتبه احمد فهمي لاحمد حلمي يعدل عليه كميه تعديلات مهوله. بس برضه لو مشكله ورق، طب ما احنا اتعمل عندنا مسلسلات كوميديه نجحت وكسرت الدنيا. الكبير قوي اتعمل منه 8 اجزاء، اللعبه اتعمل منه 4 اجزاء، خلصانه بالشياكه، الوصيه، الصفاره، نيلي وشريهان، مكتوب عليا، موضوع عائلي، اشغال شقه، بالطو، وكتير غيرهم. معقول ناس بتكتب 30 حلقه مليانين مواقف وكوميديا وضحك؟ مش بس كده، بيتعمل منهم اجزاء كمان وبتنجح جدا وبتكسر الدنيا. معقول الكتاب والفنانين دول مش قادرين يعملوا فيلم يموت من الضحك؟ طب ازاي؟ معرفش. انت اخر اوحش امرض يتيم فيهم كلهم، نسيت؟ دكتور براحتك ما تجيش يعني، والله اكيد يعني ليك ستيب. بس خلاص والله، تعالى نروح، بس اوعى تنام مننا في الطريق. اللي حصل هنا مات هنا. حاضر. مش هنجيب سيرته لا بالكلام ولا بالنظرات ولا بالتلميح. يا حيوان منك ليه؟ ده انا هنفخك. والله كنت هقولها. الراجل هيفرقع من الغيظ. طب فاكر لما كنت بطلع اللقمه من بقي عشان اديها لك؟ ايوه فاكر يا بابا، بس لما كنت اجي افتح بقي عشان اخد اللقمه تقوم ساحبها مني تاني وتقعد تضحك. طب ماشي. فاكر لما كنت بوديك المدرسه بنفسي؟ ايوه بابا، كنت بتوديني بس بتنزلني مدرسه غلط. مش انت كنت في نصريه؟ بنين كنت في مصريه بنين، هو مش بنات. اما بقى فكره ان السوشيال ميديا بقت غالبه وسايقه الافلام وتصلح كبديل ليها، مش عارف. بس انا بشوف ان الكوميكس ده التطور بتاع الكاريكاتير، وان البوستات والكومنتات والتفاعلات عامه دي تعليقات ساخره تنفع مكان النكته. ولو دول اصلا كانوا هم السبب ما كانش اتعمل المسلسلات اللي قلناها اساسا، ولا نجحت ولا بيتاخد منها كميه الميمز والكوميكس اللي بتتاخد لغايه دلوقتي منها. ده العكس اللي حاصل. شغل احمد الجندي ومعتز التوني، افلامهم ومسلسلاتهم على طول بتكسر الدنيا ما شاء الله. مفيش فيلم ولا مسلسل منهم الا لما يطلع منه كميه ضحك ولاينات كتيره جدا. طب مش يمكن احنا اتربينا على موجه المضحكين الجدد، فمش متقبلين قوي ان السينما مش مسيطر عليها كوميديانات، فعشان كده حاسين بازمه وهي مش موجوده؟ لان كان في افلام كتير جدا وبتضحك جدا في السنين اللي فاتت، ومش بتكلم على الايرادات. فيلم زي بنك الحظ مثلا، فيلم كان مليان ضحك ومختلف ولطيف بطريقته. حمله فريزر وقلب امه والحرب العالميه الثالثه، واللي اتصنفوا من افضل 100 فيلم كوميدي في تاريخ السينما المصريه في مهرجان اسكندريه في سبتمبر 22. والمهرجان ده بقى عايزين نتكلم عنه في حلقه لوحده، وهو وقوايمه. انا عارف ان عمال اوعدكم بحلقات كتير، انا مش عارف اعملها ازاي. ولا يمكن مسلسلات سحبت نجوم الكوميديا بدري، واللي كان مطلوب منهم دلوقتي يعملوا كم افلام كبير جدا عشان ده وقتهم. الثلاثي شيكو وهشام وفهمي، او مكي واكرم حسني. مكي لوحده عمل 4 افلام قصاد 300 حلقه غير الادوار التانية للتلفزيون، وطبعا سحب معاه المخرج احمد الجندي. تفتكروا كان مكي بدل المسلسلات دي كلها بافلام او كم افلام كبير كنا هنقول نفس الكلام ده ولا لا؟ المشكله ان نجوم السينما لجأوا للمسلسلات بدري قوي، معرفش ليه. او مش هوعدكم بحلقات تانية عشان انا عمال اوعد بس السؤال ده اجابته عندهم. كنا عايزين ننقوا يوم زين كده واجيب ابوي ونقابل ابوكي. اتقابلوا ليه؟ عشان ندور على واحد رابع يلعب بولت استيميشن. ايه النور ده؟ ده نورك يا كبير. وانا برحب بيكي. ايه الكهرب دي؟ افتتاح مقلي ولا ايه؟ خطاب قائدنا العظيم سلطان يا مسلطن يا بسني سلطن بسني سلطن لنا 7 سلاطين. ولا في جيل بينتهي ولسه ما جاش جيل تاني يقدر يقنعنا؟ وهنا بقى الازمه. يعني جيل المضحكين الجدد واللي ما بقوش جدد، انا اسف اني كررت الجمله دي كتير، بس الكلام اللي بيتقال على هنيدي في السينما وانه خلاص بحكم السن افيهاته ودماغه ما بقتش مسايره الجيل اللي موجود دلوقتي، او يمكن جالنا اشباع منهم خلاص. وده راي شويه ناس على فكره، ما اعرفش. ولا يمكن الجيل اللي كان المفروض يستلم
استلم منهم ما استلمش وراح للمسلسلات زي ما قلنا، بدليل هشام ماجد مثلا لما ركز في السينما حبه عمل 3 افلام عملوا ايرادات كويسه جدا وفيهم كوميديا مختلفه. مش عارف. وهنا السؤال، فين الجيل الجديد اللي ممكن يطلع يزيح الناس دي بقى؟ تعالوا نتكلم عن كوميديا مسرح مصر، واللي هي في الاساس مبنيه على السكتشات، مبنيه في اطار قصه بسيطة من مجموعة من الأصحاب واللي عارفين بعض كويس، واللي في الغالب قايمة على الخروج من النص والتريقة على أشكال بعض زي ويزو وحمدي مرغني وكده يعني. ولما اتنقلت التجربة دي للسينما ما ظهرتش بنفس القوة اللي كانت عاجبة مجموعة كبيرة جدا من الجمهور، مع إن في منهم لما تحدد له إطار واضح لشخصيته قدم دور دمه خفيف وعجب الناس، زي مصطفى خاطر في دوره في نيلي وشريهان أو البيت بيتي، وحمدي مرغني في نيلي وشريهان واللالا لاند، وقصقص في خلصانة بالشياكة. برضه في شباب بره مسرح مصر بيقدموا كوميديا خفيفة جدا زي حاتم صلاح، نفادي، ومصطفى غريب. كده راحت فين؟ السفرة بره بياكلوا الميت بياكلوا الميت مش هتحطه في الفريزر. هو فين الفريزر؟ المفروض ده الفريزر، مش عارف افتحه، قعدت اخبط محدش فاهم. وشباب تاني واللي بيقدموا شخصيات دمها خفيف بمساحات من الكوميديا الواعده، واتمنى تكمل. او طه دسوقي اللي جاي من الستاند اب كوميدي، دي الرئه، دي النفس اللي احنا بناخده، وجوجة قلب، اقرقش الحبهان. طيب هل المجموعه دي دلوقتي ما نقدرش نحكم عليها وانها لسه محتاجه فرص اكتر عشان تقدر فعلا تزيح الكوميديات اللي قبلهم؟ طب يمكن الازمه في السينما كلها مش بس السينما الكوميديه، ما اعرفش. بس قول لي انت ايه الافلام اللي بتحبها الفتره الاخيره في السينما الكوميدي بس؟ وهل في فيلم فعلا انت مرتبط بيه او ممثل معين كوميديان جديد عاجبك؟ قول لي في الكومنتس عشان انا ما اعرفش. كنا عيال لابسين بستون واتشعبط حلمنا في النور، شاب ونبض وعدى السور، دور على حلمك